ألا وابو علي قال يا دنيا لعنت العينه حسبي عليها الوكيل. ألا والبارح دمع عيني شن مثل الزنينة فوق الخدود ذا يسل وإليكم هذه المرثية من كلمات الشاعر أبو ناصر ياسر علي ناصر الجرشبي من أهالي قرية جرشب عبيدها الحداء، القاها في الذكرى الرابعة لرحيل الشيخ عبد الناصر شالف المنتصر رحمة الله تغشاه وأسكنه وفسح جناته. أداء الشاعر أبو تركي التناني. مع تحيات سول استوديو طه المرادي. حسبي على شواكر أنا والبارح دمع عيني شن مثل وزانينه فوق الخدود بيسير أنا ذكرى من الموت يلقات نفسي يسوي الحزينة والقلب يشعل شعل الله. أنا ذكرى رحيل الأسد يا أهل العقول نسيانها مستحيل. أنا 2022 يوم فرق سننا وشد من هالرحيل. أنا 4 سنين ذي مضت والقلب يزداد أنينا وجسمي أصبح عليل. أنا بحن لما تحن الباخر والسفينة محني صوت الثقيل. أنا حنين قلبي على عبده محمد حنينه وبالزمان طويل. أنا رحيله أكبر خسران إني ماشي وقرينه حرام ما له مثيل. أنا رمز الوفا والمعارف والكرم في وجابينه كريم ما هو بخيل. أنا بيت الوفا والكرم ما يذبح الناس سامينه أصيل خل فاصل. أنا على الوفا والناس كلهم عارفينه تاريخها أكبر دليل الله. أنا كل قبل تعرفه مثل الأسد في وعارينه شجاع ما هو ذليل. أنا اهتزت الأرض بعده بالحيود والزابينه من الناقل للناقل. أنا والحزن خيام على أهل البادية والمدينة كل القبل في بكيل الله. أنا شوقي تشق الحيود الشامخة والزابنة والموت يرضى البديل. أنا الموت والشيخ من بعدي يواصل سنينه لجيل من بعد جيل. أنا ودعتك الله يا مولى الصفات والحسنة يا صاحبه والزميل. أنا يا الله ندعيك أن تنزل عليه والسكينة واسقه من السلسبيل. أنا في جنة الخلد حيث الحور يلقى فنا من الورود والنخيل. أنا يسكن مع الأنبياء في الدار ذي ساكننا جوار طه الفاضل. أنا والختم صلوا